السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه وحشتوني. معاكم قناة سكر هانم، يا صباح الخير والجمال والسعادة لعيون أجمل متابعين. يلا بقى اللي لسه ما يعرفنيش أنا يكتب لي بقى في التعليقات واعمل لي اشتراك في القناة وخش على قناتي اتفرج على فيديوهاتي. ويا رب خليكم في ليا كده ويديمكم النعمة في حياتي يا رب اللهم آمين. هنا بقى احنا لسه بادئين يومنا اهو. طبعًا كالعادة زي ما أنتم عارفين بقى أول حاجة باصحى أعملها طبعًا إن أنا أهوي يعني أطلّع المخدات كده في الشمس والجو جميل أوي كده اليومين دول. يعني إحنا بنعمل الروتين اليومي ده غير الشتا طبعًا. هنا بقى أنا طلّعت المخدات والحاجة أهو طبعًا تتهوى. طبعًا أنا عمّالة أوريكم العلبة اللي على السور دي طبعًا باحط فيها مَيّة للعصافير، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب اللهم آمين. يا ريت الناس كلّها تعمل كده وبالأخص إن إحنا داخلين على فصل الصيف والحر. هنا بقى كنت نشرت غسيل وكده. عم محمد أهو، عم محمد ده يعني محترم جدًا، جدًا، ده بيبيع عرقسوس عندنا، ويوميًا يعدّي ربنا يبارك فيه كده ويدّي له الصحة يا رب والعافية ويخلّيه لأولاده ويرزقه يا رب الناس كلّها يا رب اللهم آمين. طبعًا أنا عمّالة أصوّر لكم وأقرّب لكم كده معلش بقى الكاميرا زي ما أنتم عارفين والإضاءة والنور بتاع النهار، فالإضاءة ما كانتش حلوة للدرجة. هنا بقى كنا حضّرنا فطارنا، دخلنا بقى مطبخنا كده نشوف هنعمل إيه. عاملين بقى بيض والفول بتاعنا وكنت شاوية بتنجان وده بقى معايا ترشي. اتفضلوا معانا بقى يا حبايب قلبي. طبعًا إحنا بقى لسه خارجين من العيد وكده، كنا اليومين اللي فاتوا شغالين فطار كحك وبسكوت وشاي بلبن والكلام ده. بس طبعًا أنا عايزة أعوّد نفسي كده إن أنا أرجع تاني لروتيني اليومي، إن أنا أحاول إن أنام أصحى سوري، أنام بدري وأصحى بدري وكده وأتعوّد بقى على الفطار اللي إحنا كنا بنفطره. هنا بقى فطرنا الحمد لله. طلّعت هنا نُص مفروم عندي، وهنا كنت مقطّعة حلقات بصل وفلفل، ده فلفل أحمر وفلفل بارد شطة قصدي أخضر. اللي هو اللي بيبقى القرون الطويلة دي. هنا بقى هانزل جِبت طاسة. هاحط فيها أنا بقى هنا مادة دهنية، معلقة سمنة بلدي أهي زي ما أنتم شايفين. هابتدي بقى إن أنا أسيب المادة الدهنية تسيح معايا طبعًا. هانزل عليها بالبصل والفلفل بتوعي، زي ما أنتم شايفين حبايب قلبي. هنا بقى المادة الدهنية كانت ساحت معايا اهو. هبتدي انزل بالحلقات اللي معايا. طبعا بقى احنا لسه خارجين من رمضان، كنا كل يوم طبعا لحمة وفراخ وكده. والواحد تعب بصراحة يعني من الحاجات اللي هي بقى طول النهار واقفين في رمضان من الصبح أول ما بنصحى لغاية بعد الفطار لما بنشطب المطبخ وبعدين نقعد بقى نبتدي ان احنا نقعد ونريح. عايزين بقى اليومين دول اللي هو اليومين اللي بعد العيد ورمضان دول بقى نبتدي نريح كده. يعني الستات دول صح يا جماعة لهم الجنة والله لأنهم بيتعبوا جدا جدا جدا. فياريت كل أب وكل ابن يجازي أمه كده. يعني حتى لو انت طفل صغير يعني راضي مامتك هات لها وردة كده حسسها ان هي تعبت معاك وحسسها ان انتوا مهتمين بيها ان انتوا يعني معاها على طول. وكل راجل بقى يا ريت برضك كده يعني يدلّع مراته وكده بقى يعني خاتم دهب. يا عم بلاش خاتم دهب، أي حاجة كده لو حتى صغيّرة، عباية، أي حاجة كده كويسة كده تحسّسها إن أنت مهتم بيها. وإن أنت يعني كتفك بكتفها. ربنا يبارك فيكم جميعًا يا رب ويبارك في أمهاتنا جميعًا يا رب اللهم آمين ويدّيهم الصحة والعافية. هنا بقى كنت نزلت بشرايح البصل والفلفل كانوا دبلوا معايا، نزلت باللحمة، اللحمة زي ما أنتم شايفين أهي ابتدت إن هي تتشرّب المَيّة معايا. نزلت عليها بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة البهارات. هنا بقى كنت مقطعة شرايح طماطم هبتدي ان انا انزل على اللحمة بقى بيها، بحيث ان اللحمة تشرب بقى من صوص الطماطم كده. انا بصراحة يعني بقى لي يومين نفسي في الاكلة دي قوي قوي فقررت ان انا اعملها النهاردة. وفي نفس الوقت انا صاحية متأخر فكنت عايزة حاجة سريعة ان انا انجز يعني واعمل اي حاجة سريعة كده على السريع. هنا بقى نزلت بشرايح الطماطم اهو على اللحمة زي ما انتم شايفين. هاسيبها بقى اللحمة تتشرب حبة من صوص الطماطم. هادّيها بقى تقليبتين. هنا بقى كانت خلاص استوت معايا باورّيها لكم أهي يا حبايب قلبي. هابتدي بقى هنا يعني أغطّي عليها وبعدين أولّع على طاسة تانية.
الطاسة التانية دي اللي أنا باحط عليها زيت، حطيت عليها مادة دهنية، لإن أنا هنا هاعمل معاكم بيض بقى يعني هاخد نُص العصاج اللي أنا عصّجته ده، هاحطه في طاسة وعليه شرايح طماطم وكده، وهاحط عليه بيض. هنا بقى حطيت مادة دهنية، نزلت عليها بشرايح طماطم، دي شرايح تانية أنا كنت مقطعاها في طبق تاني، هابتدي إن أنا أنزل بيها بقى على المادة الدهنية، وأحط عليها ملح وفلفل برضك. أنا باحب بصراحة البيض بالطماطم كده والعصاج، بيبقى كأنِك فاكرين كده يا جماعة البلوبيف اللي هو الطعم بتاع زمان ده، أيام ما كنا بنجيبه كده أيام التمانينات والتسعينات. أنا باحب الأكلة دي أوي، أوي، بتفكّرني بيه بصراحة. يا ريت اللي زيي بقى يكتب لي كده في التعليقات، أنا عن نفسي باحب الأكلات اللي فيها عيش أوي، يعني أحب آكل الفطير بالجبنة والعسل، والمِش اللي هو بدود الحلو ده باحبه أوي، أوي جنب الفطار. أحب آكل مسقعة بالعيش، أحب آكل بامية بالعيش، أحب آكل كبدة بالعيش مع بطاطس محمرة. فيا ريت لو أنتم زيي كل واحد يكتب لي في التعليقات، ويكتب لي كل واحدة تكتب لي طريقتها في الأكل عاملة إزاي. هنا بقى أنا كنت حطيت خلاص الطماطم أهي، نزلت عليها بالملح والفلفل، هابتدي أديها تقلبتين، وبعد كده هابتدي إن أنا أنزل عليها بالنص العصاج اللي أنا عملته ده. هنا أهو أنا يعني معاكم خطوة بخطوة. هنا أهو أنا بقلبها، تنزل المية حبة زي ما انتوا شايفين.